Egypt for Egyptians. مصر للمصريين. يا اخي تبقى قاعد كده في امان الله وانت بتضرب لك كوبايه القهوه بتاعتك، وقاعد كده يعني بتمخمخ بتعمل دماغ قهوه، وتبص تلاقي واحده تطلع لك كده تقول لك كليوباترا واز بلاك. كليوباترا كانت ذات البشره السمراء. ايه ده ياما؟ ما تعرفش. كل ده حصل في يوم وليله وانت قاعد بتشرب لك كوبايه الشاي. افروسنتريزم، وهي مجموعه واعضاء من ذوات البشرة السمراء اللي موجودين هنا في أمريكا، ودي حركة مبنية على أن حضارات العالم المختلفة الأعضاء لهذه الحضارة من ذوات البشرة السمراء قبل التشتت، فعندهم الأفكار ديت يخش على أي حضارة ويقول لك لا، السمر أو الأفارقة هم اللي بانيين هذه الحضارة، وبناء عليه راح داخلين على الافروسنتريك ايدياز اللي هي الافكار المبنيه على افريقيا او ذوات البشره السمراء. شغل يا ريس على ميه بيضاء، شغل الثلاث ورقات، شغل اللي هو الضرب تحت الحزام، كل حاجه ينسبها ليه وانت مالكش اي تلاته لازمه. عايزين يهدوا الحضاره المصريه وما يبقاش ليها اي هوية، لكن ده على مين يا ريس؟ عايزين يعملوا حاجتين: distortion of the Egyptian identity، تشويه الهوية المصرية، والحاجة التانية وهي forgery of the Egyptian history، تشويه تاريخ مصر، تاريخ مصر العريق. نتفليكس طالعة تقول لك كليوباترا كانت سمراء اللون. ده من امتى ده كان عند مين ده يا بشر؟ كلنا عارفين برين واشنج، غسيل مخ. في ناس كتير بتعمل لها غسيل مخ، ولكن ايضا يوجد هذا المصطلح وهو بلاك واشنج، وهو بنبدل اي كاركتر ابيض او اي لون ونبدله بكاركتر ذات البشرة السمراء. يبقى ده اللي اتعمل وده اللي هيتعمل في نتفليكس. ده لو اتعرض الفيلم بيبدلوا اي بشرة بيضاء، اي بشرة من اي لون، ويحط مكانها بشرة ذات اللون الاسمر. ليه الهدف ايه يا بشر؟ كليوباترا، عندنا كليوباترا الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. هنا الحديث عن كليوباترا السبعة. كليوباترا السابعة من مقدونيا، يعني من اصل يوناني، ولم تحمل اي نوع في وجهها في جسمها ذات البشرة السمراء، مفيش خالص. وده اللي بيبينه معبد دندرة في مصر، وهي تحمل ابنها سيزرون. التمثال دوت وتماثيلها كلها والمقبرة كليوباترا اللي موجودة في مصر اللي تم اكتشافها، مفيش اي علامة في جسمها او اي لون تحمله ذات البشرة السمراء الجميلة اللي احنا بنحبها واحنا بنعشقها. مفيش خالص. يبقى اذا هذا هو جهل بالتاريخ المصري، هذا هو جهل ومحاولة تشويه الحضارة المصرية الجميلة اللي أثرت على العالم كله. وده بيرجع إلى إن اللي عاملة الفيلم دوت وهو جادا سميث اللي هي زوجة ويل سميث، ده اللي عاملة الفيلم. فإذا في اتجاه آخر وهو تشويه الهوية المصرية وانتشار فكرة ان الحضارة المصرية اصولها حضارة افريقية، وان كان في اعضائها من الحضارة المصرية ذات البشرة السمراء. وهذا هو كذب ومحاولة تشويه الحضارة المصرية، لكن عن طريق الميديا. هذا الفيلم يا سادة فيلم وثائقي دوكيومنتري فيلم. ده لو فيلم كوميدي ماشي، هق ومق وكيري وشخليل ولعب. لو دراما ماشي مفيش مشكلة، لكن ده وثائقي، يعني ده بيوثق التاريخ. يعني ممكن ترجع له في التاريخ بالتواريخ، بالأماكن، بالعادات، بالتقاليد، بالمدن، مدينة الإسكندرية، لكن مفيش أي حاجة فيه صحيحة. فإذا هو تزييف ومحاولة تزييف ونقل معلومات خاطئة عن التاريخ المصري، أو بمعنى أصح هذا هو سرقة التاريخ المصري ومحاولة تزييفه من أجل نشر
هذه أفكار الحركة اللي هي الأفروسنتريزم داخل العالم كله. وآدي العملة الخاصة بكليوباترا. العملة مش الست دي مش سمرة خالص، آدي العملة ديت بقى موجودة في متحف الإسكندرية، موجودة العملة ديت. يبقى إذن الكلام ده جاب منين؟ يبقى إذن جادا سميث جايبة معلومات خاطئة أو ما عندهاش أصلا معلومات وبتعمل فيلم كده فانتازيا وخلاص، ما فيش أي معلومات يا ريس. مصر حكمت من مملكة كوش ونباتة في الأسرة ال25، وهو ده العصر المتأخر. فإذا هناك فارق كبير بين الحضارة المصرية والحضارة الأفريقية. حضارة أفريقيا دي حاجة تانية، والحضارة المصرية حاجة تانية خالص خالص. بناء عليه تم رفع قضية من داخل مصر على نتفليكس من قبل المحامين الموجودين داخل مصر، لأن هذا الفيلم هو تزييف للحقائق وتزوير للتاريخ المصري الجميل، ومحاولة لبث أفكار غريبة على المجتمع المصري وتقاليد المجتمع المصري. وهذا الفيلم ملوش أي حقيقة ولا ليه صلة بالتاريخ المصري القديم ولا بحياة كليوباترا السيدة الجميلة التي حكمت مصر، والتي تشهد لها التاريخ المصري والمقبرة الخاصة بها مقبرة كليوباترا والتماثيل الخاصة بها. ملوش أي صلة الفيلم بالحقيقة ولا بتاريخ مصر. فإذا في نية، وهي نية بث أفكار غريبة على المجتمع المصري في صورة فيلم بيعرض قصة حياة الملكة كليوباترا. ستظل مصر للمصريين، مصر فقط للمصريين. Egypt for Egyptians. مصر ستظل للمصريين، وسيظل التاريخ المصري والحضارة المصرية تبهر العالم. الدولة الوحيدة التي يدرس تاريخها في جميع جامعات العالم ويحمل اسم تاريخها اسم هذه البلد الجميلة التي اسمها مصر، كمت الأرض السمراء. Egypt for Egyptians. مصر للمصريين.